5 حاجات تتفقوا عليها قبل الجواز. والأخيرة مفاجأة، الاتفاقات مش كلها قايمة وشبكة ومهر، في اتفاقيات تاني أهم رغم إننا مش بنركز فيها وقت الجواز. يا ترى إيه بقى الحاجات اللي لازم تتفقوا عليها قبل الجواز؟ تعالوا وأنا أقول لكم إيه هي. تعال. أول وأهم بند لازم تتفقوا عليه قبل الجواز الشغل. موافق انها تشتغل ولا هتفاجئها بقراراتك بعد الجواز؟ طب لو اشتغلت هل هتشارك في مصروف البيت ولا فلوسها ليها هي وبس؟ ولا هتسيبوا الموضوع ده برضو تتفاجئوا بيه بعد الجواز؟ هتخلفوا بعد الجواز على طول ولا هتأجلوا الخلفة سنة ولا 2 لحد ما تستقروا وتفهموا بعض كويس؟ انا جيت. تربية الولاد بقى مسؤوليتي ولا مسؤوليتك؟ ويا ترى هتدخلوا مدارس عربي ولا أجنبي؟ استنى ده في حاجة أهم من كل ده، حياتكم ورأي مامي وبابي فيها وتدخلات أختك. ده اتفقتوا عليه برضو ولا سايبينها برضو تتفاجئوا بيها وترجعوا تشتكوا وتتطلقوا؟ دي كلها حاجات لازم تتفقوا عليها قبل الجواز. ويا ترى بقى مين عمل كده ومين اللي نسي؟ قولولي بقى في الكومنتات ايه تاني لازم نحط له النقط فوق الحروف. تعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما اشتمني. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.